لو ما شفتش القسم الثالث من الموسم الاول من انمي بلو لوك يبقى على طول لازم تشوفه الاول. استراحوا شويه وإذ إيساجي يدور على رين ويتحداه مره تانية علشان ياخد منه باتشري. وياتي اليوم الموعود يا صديقي بين اعتى الفرق، فريق إيساجي الجديد كليا وفريق رين. وكانت المواجهه كالتالي: تشيجري الاميره الكيوت ضد إيريو الانيق، وبارو الملك ضد تاكوميتسو المجنون، وناجي العبقري ضد رين المقاتل الوحشي، واخيرا إيساجي ضد باتشرا. وابتدت المباراة بهجمة من الفريق الأحمر، لكن إيساجي بيقطعها وبيمررها لناجي ويستلمها ويمررها لتشيجري ويستلمها ويمر بيها من دفاعات الفريق الأحمر ويسدد يا صديقي ويحرز الهدف الأول. بيبدأ الفريق الأحمر بسنتر مرة تانية ويبدأ باتشرا التقدم بالكرة، وهنا يا صديقي يمرر الكرة من غير ما يشوف، تكون دي تقنية جديدة. يستلمها إيرو يا صديقي ويمررها المهاجم المجنون، وهنا يتفاجأ بارو بمدى قوة هذا المجنون، بل ويوقف بارو بكتفه فقط وعمل تمريرة بلمسة واحدة لرين، ولكن ناجي يكون شايف كل ده ويدخل على رين ورين يرقصه بالطريقة ولا أروع، ويهت تاني واحد ألا وهو باتشرا بأنه بيعمل نفسه هيشوط، لكن برضه يقوم بمراوغته ويعديه ويعدي من إيساجي كمان هذا اللاعب المحترف، ويحرز الهدف الأول للفريق الأحمر. ويسنتر الفريق الأبيض ويبدأوا في الهجوم، ولسه هيستخدم إيساجي مهاراته في الانسداد من الدفاع عن طريق تحكمه في النقط العمياء، ولسه هيستلم الكرة في العمق، يقوم مين بقى اللي ظاهر له؟ رين العبقري، فيقوم قاطعها. وبكده رين شايف كل تحركات إيساجي ومتنبئ بيها كمان. رين يعتبر في مستوى تاني نهائي، بعديها مررها الباتشرا وبعديها باتشرا يعرضها ويعكس الملعب نهائيا إلى إيريو، واستلمها إيريو في الهواء بكل أناقة وهوب نحو المرمى ويحرز الهدف الثاني يا صديقي. ما هذه القوة! مش قليل عليهم نهائيا يكونوا التوب 3. وهنا يا صديقي ناجي توهج وتطور واستعد انه يدخل يجيب جون يا صديقي، وهنا سنتر مع إيساجي وقال له يلا بينا نجيب جون يا صاحبي. وبدأ ناجي يفكر هو مع الكرة ازاي يعدي من رين وإيريو، وهوب 1 2 وهوب ركلة في الهواء بقوة الصاروخ ويهت بيها رين العبقري وهوب جون يا صديقي. ومن تلك اللحظة قرر رين انه يلعب بجد وهو بكل قوته، ويسنتر وهوب يعرضها بركلة طويلة للمجنون مفتول العضلات ويستلمها، بل وكمان يوقف بارو في نفس اللحظة، وفي نفس الوقت يكون رين بيجري لقدام علشان يستلم الكرة تاني في أسرع 1 2 شفتها في حياتي، وبالفعل يستلمها رين وبيعدي، وبعديها يمررها تاني لإيريو ويستلمها على الهوا وينزل بيها، لكنه بدل ما يشوت يقوم ببصيها لرين مرة تانية ويستلمها رين ويقوم مرقص ناجي 1 2 بعد ما توقع حركاته برضه، لكن يقف له بطلنا إيساجي وهيكون هو اللي متوقع حركات رين كلها. لكن يا صديقي يتضح أن أصلا رين عامل التمثيلية دي كلها علشان الكرة توصل لباتشرا مش ليه، ويكون هو المتقدم على إيساجي بخطوتين. ودي قوة العبقري رين، ليس إلا التلاعب بكل من في الملعب والتحكم بهم. واستمر باتشرا وسدد وأحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر. ببساطة يا صديقي رين ليس إلا بيستغل كل واحد من الفريق بتاعه والفريق الخصم من صفاته وقوتهم، وبيستغل نقاطهم كلهم علشان يعرف يخلق الجول. ما هذه العبقرية يا صديقي! بيسنتر الفريق الأبيض ويبدأوا في المراوغة واختراق صفوف الخصم، وبدأوا الأربعة في بدء التفاعلات الكيميائية مع بعض بصورة ولا أروع، إنها الكبرياء بين اللاعبين يا صديقي. لكن في الآخر بيوقف رين إيساجي، ولكن يتدخل يا صديقي بارو الملك ويسرق الكرة من إيساجي وينطلق السهم المنطلق. ودي تكون حاجة غريبة أول مرة يشوفها رين، فما يعرفش يتصرف ويسدد ويحرز هدف التعادل للمرة الثانية يا صديقي. وفي تلك اللحظة التهم بارو الملعب بأكمله. سنتر الفريق الأحمر وبدأوا في اللعب ويعرضها رين لباتشرا، وبعديها ينطلق رين لمكان تسديده، لكن بيتم الضغط عليه من إيساجي وتشيجري وبيحاول يعدي منهم الاثنين، لكن الكرة تطول منه، وهنا يصل الملك بكل جبروته يا صديقي. بارو يسرق الكرة مرة أخرى وينقض عليها، لكن رين يرجع تاني وبكل سرعة يستطيع عرقلة بارو وإخراج الكرة خارج الملعب. تتلعب رمي التماس ويستأنف اللاعب، ويكون جميع اللاعبين فقدوا قوة كبيرة من قوتهم بسبب التعب، لكن ليس الجميع يا صديقي. هناك المجنون ذو الانفصام في الشخصية عنده قوة جسدية خارقة، لكن تشيجري وبارو يدخلوا عليه جامد جدا ويكون فيه فاول وضربة حرة مباشرة، والاثنين ياخدوا بطاقة صفراء. ويستعد الجميع يا صديقي، وهم أنا من شدة هذه الركلة علشان
هي في مكان حساس جدا، ويسدد رين بضربة صاروخية ولا يستطيع إيساجي توقعها، وبالفعل تحتضن الشباك يا صديقي، وتكون النتيجة 4-3 للفريق الأحمر. واستأنفوا اللعب بعد السنترة من جديد بعد تحليل إيساجي لهدف رين المرعب، ويعدي إيساجي من الاثنين المجانين المهاجم الأحمر وبارو وهم قافشين في بعض. وهنا ينقضي الجميع على إيساجي، وتكون دي الفرصة اللي مستنيها إيساجي، فيقوم معرضها على الجناح الثاني من الملعب ناحية تشيجري ويستلمها ويجري. وهنا يفكر إيساجي أن الكل بيجري مع الكورة، فهو هنا بيغير حركة سيره ويجري بعرض الملعب مغيرا كل الاحتمالات في ذهن رين، وبالفعل اخترق الجميع ويبصيها له تشيجري ولسه هيستلم علشان يسدد إيساجي، يلاقي وراه الغول العبقري رين. لكن يا صديقي بيستخدم إيساجي آخر حيلة باستخدام النقط العمياء، وبيستعمل آخر نقطة عمياء من ناحية رؤية رين ويلف ويدي الكورة بكعبه يا صديقي، وهو بترسع في شباك الفريق الأحمر، وتصبح النتيجة 4-4. وصاحب الهدف الأخير يكسب كل شيء. ومن تلك اللحظة سيطر إيساجي على رين، بل وافترسه أيضا يا صديقي. بيسنتر الفريق الأحمر وبدأوا بالهجوم، وهوب 1-2-3 باصات بالتلامس الأول فقط، ويستلمها إيري ويستكمل اتجاهه نحو المرمى، لكن الغريب إنه يبصيها لصديقنا الوحيد. والغريب أكتر إنه ما كانش في حد ماسكه، لكنه بيرتبك هنا يا صديقي ويعرقله تشيجري ويقطع منه الكورة. بيبصيها بعدها البارو، وبعدها بارو بيبصيها لإيساجي، وبدأ 1-2 ولا أعظم بين الاثنين. خد وهات ولا أروع يا صاحبي. وكل ده باتشرا في صراع نفسي رهيب، ومش عايز يرجع للوحدة مرة تانية، هو عاوز يفضل هنا في ملعب الكورة ده مع العظماء فقط. لكن بيصحى باتشرا على صوت الوحش اللي جواه وينقضي على إيساجي، لكن يحاول إيساجي إنه يعديه، لكن الكرة تطول منه. وهنا رين يظهر، لكن إيساجي يلمس الكرة على آخر لحظة ويوصلها لتشيجري، فيقوم باتشرا معرضها لمنطقة الجزاء، فيقوم مستلمها ناجي بكل إنسابية ويرد لإيساجي مرة تانية ويصوب يا صديقي إيساجي نحو المرمى في المقص. وهوب يا صديقي رين بيلحقها. يا الله على هذا الجمال. تترد كرة إلى باتشرا المصدوم، يقوم لافف وجارب الكرة نحو المرمى الفريق الأبيض، ومعه المجنون والأنيق في هجمة مرتدة مرعبة حرفيا، ممكن بيها يخسر الفريق الأبيض كل حاجة، ويكون إيساجي هو المدافع الوحيد في تلك الهجمة المرتدة يا صديقي. وفي تلك اللحظة كان الواجب على باتشرا إنه يدمر الوحش اللي جواه ويخلق واحد أقوى بمراحل، وبالفعل بيرقص إيساجي ويعدي منه ويوصل له تشيجري بسرعة الهائلة، لكن يصر باتشرا أنه لا يمرر ويعدي من تشيجري كالصاروخ، ويصل إليه بارو بعديه ويعدي منه بكوبري ولا أروع. إنها الصحوة باتشرا يا سادة، ويصل إليه بعد كده ناجي. هو في إيه؟ ما حد يوقفه يا جدعان. ويبدأ الثلاثة ناجي وتشيجري وبارو بالضغط على باتشرا، وهنا ينسلت منهم رين على الناحية الثانية من الملعب، لكن يا صديقي هناك صقر يراقب ألا وهو إيساجي، ويعد من الثلاثة بحركته اللولبية ويستعد للتسديد في المرمى. وهنا يا صديقي إيساجي يفترس باتشرا ولا الصقر في يوم عاصف، وينقض على الكرة ويصد تسديدة باتشرا، لكن الكرة تقع أمام رين ويسدد هدف الفوز، ويفوز الفريق الأحمر وينتصر رين على إيساجي للمرة الثانية. وهنا يا صديقي تكون المفاجأة، يختار رين إيساجي أن يكون معه في الفريق. وهنا يا صديقي يودع إيساجي أصدقائه وفريقه اللي حاربوا معاه وينتقل إلى فريق رين. ومن تلك اللحظة أكمل رين فريقه ب5 أعضاء. وهنا إيجو كلمهم وبارك لهم، وبعدها شرح لهم إزاي رين تفوق على إيساجي في آخر هدف، وإن حتى الحظ ممكن يروض ويكون في صفك. ومن تلك اللحظة يا صديقي أدرك إيساجي إنه لازم يحط الحظ اللي بيشتغل عليه في مبارياته القادمة وفي طريقة لعبه. وبعديها قال لهم انتوا كده وصلتوا للتصفية الثالثة، ألا وهو إنكم هتلعبوا ضد فريق مكون من 5 لاعبين من النخبة، ودي هتكون أول مرة يلعبوا مع حد من بره. وأعضاء الفريق كالتالي: لونا سليل من ريال مدريد، آدم بليك من الدوري الإنجليزي، كافازوس من الأرجنتين، دادا سيلفا من البرازيل، جوليان لوكي من فرنسا. وبدأ إيساجي في مجاراة رين في تدريباته، وبعدها ما عرفش ينام كعادته فراح يتدرب لوحده، وإذ بباتشرا يروح له ويتدربوا مع بعض. وجاء اليوم الموعود يا صديقي، يوم اللعب ضد أفضل لاعبي العالم.
ماتش النخبة، والماتش بنفس قواعد المرحلة اللي فاتت. الفريق اللي هيجيب 5 تجوان الأول هيكسب. وبالفعل سنتر الفريق الأزرق فريق رين وإيساجي، وهوب 1-2 وكلهم حماس، وهوب رين يسدد ويحرز الهدف الأول. وبدأت السنترة من جديد من ناحية فريق النخبة، وهوب يبدأ ممثل فرنسا بالعبور بين اللاعبين بكل إنسابية غريبة. لا والآن نحن يعدي من رين بسرعة الطلقة بتاعته دي ويسدد الهدف الأول لفريق النخبة، واللي حرفيا خرم الجون. ومن تلك اللحظة انصدم لاعبي بلو لوك كلهم من قوة هذا الفهد الإفريقي، وبدأوا في السنترة من جديد، لكنها تتقطع منهم من تاني وتبدأ هجمة مرتدة من عند النخبة، لكن كافازوس يستلمها وهوب يعرضها من وسطهم إلى منطقة 18 ويستلمها في العمق السلفة، فيقوم ببصيها الإنجليزي ويسحق توكوميتسو حرفيا ويسدد الهدف الثاني على التوالي والثالث والرابع. حرفيا فريق بلو لوك ما كانش قدامه أي فرصة قدام فريق النخبة، ويحرزوا الهدف الخامس بكل سهولة. وهكذا تنتهي المباراة. واتضح ان الماتش ده كله ليس الا لتحديد قوة لاعبي فريق بلو لوك، واتضح ان في 7 فرق برضه يا صديقي لعبوا فريق النخبة ده، وطلب ايجو انهم يتجمعوا كلهم في الملعب. وكان فريق رين وإيساجي هو اول الواصلين، بعديها يوصل الفريق الثاني فريق ناجي وشلة الشباب اللي معاهم، وبعدها يدخل الفريق الثالث وده فريق ما نعرفش عنه اي حاجة لسه، والرابع نفس الكلام، وبعديها الخامس وبرضه ما نعرفش اي حاجة عنه، ويوصل الفريق السادس ودول ميكس الهوبل اللي كانوا في اول التصفيات، ويصل اخيرا الفريق السابع والاخير. ويبدأ ايجو بانه بيتكلم معاهم وقال لهم الامتحان الجاي هيكون ماتش كبير بين فريق اليابان تحت ال20 ولاعبي القفل الازرق ال11، وده هيكون بعد 3 أسابيع. لو الأكبر كمان إن فريق اليابان يستدعوا أخو رين إنه يلعب معاهم. هل سيستطيع أعضاء لاعبي بلو لوك بالانضمام إلى المنتخب الياباني؟ هل رين هيقدر إنه يتغلب على أخيه الأكبر؟ هذا ما سنعرفه في الموسم القادم بمشيئة الله. لو عجبك الفيديو أكيد ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات ده علشان تجيلك الفيديوهات الجاية أول بأول. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.